في الدرس ده هنتعرف على واجهة المستخدم في الباور بي اي، فيلا بينا نبدأ الدرس. اول حاجة بعملها بفتح برنامج الباور بي اي، وبعدين بيظهر لي النافذة دي. هنا في بلانك ريبورت، وهنا قواعد بيانات ممكن اسحب منها على حسب مثلا الاكسل اس كيو ال سيرفر. وهنا مثلا بيقول لي هنا get data from other resources، فلو في ريسورسز مختلفة مثلا لو هي اكسس ايا كان الملفات، فبختار الريسورسز بتاعتي. تمام. هنا مثلا لو في بروجكت قديم انا كنت فاتحه قبل كده، او انا عايز اعدل عليه او عايز اشتغل عليه، فبفتحه من الملفات اللي هنا. وهنا في ساين اوت، لو انا عامل ساين ان، انا عامل ساين ان هنا بايميل الجامعه، ممكن اعمل ساين اوت واخش بايميل تاني. هنا في اوبشنز اند سيتنج، وهنا في اباوت. انا هخش على الاوبشن اند سيتنج لو انا عايز اعدل حاجه. مثلا هدوس على اوبشنز. الحاجات المفروض اللي بتكون تتظبطها في اول ما تفتح برنامج الباور بي اي، الحاجه الخاصه بالمابس، فبتيجي عند security، وبتيجي عند maps and field map visual، وبتعمل عليها علامه صح. وبتيجي عند use my default web browser، وتعمل عليها علامه صح وتدوس اوكي. دي عشان تشغل عندك الماب لو الماب عندك مش شغاله. الماب دي اللي هي الخريطه. تمام، دي اول حاجه تعملها في الباور بي اي. دي الواجهة بتاعت الباور بي اي. انا لو جيت هنا عند الفايل بيظهر معايا بالشكل ده، ممكن ادوس بلانك ريبورت ويظهر معانا واجهة المستخدم في الباور بي اي، بتظهر معايا بالشكل ده. اول حاجة بيظهر معايا هنا القائمة اللي فوق ده شريط القوائم. هنا قائمة هوم. قائمة هوم فيها الجزء الخاص بالفورماتنج، هنا الكوبي والبيست والفورمات بينتر. وهنا الجزء الخاص بالداتا اللي هي بجيت الداتا، او ب يعني بعمل امبورت للداتا في الباور بي اي، سواء اكسل او اس كيو ال او ايا كانت الداتا اللي انا عايز انسرت الداتا فيها. هنا بعملها جيت مثلا من هنا، وبختار الداتا، نوع الداتا اللي انا هختارها، او ادوس مور، فيظهر لي هنا الحاجات اللي ممكن ادخل من خلالها الداتا في الباور بي اي. تمام. طيب، وهنا الجزء الخاص بالكويري، لو انا عايز اغير هنا ترانسفورم داتا، عايز مثلا اغير حاجات في الكويري او اظبط الحاجات في الكويري واعمل كليننج للداتا، فبدوس ترانسفورم داتا. وهنا داتا سورس سيتنج، لو انا عايز اغير المسار بتاع الملف بتاعي. وهنا لو انا عايز اعمل انسيرت سواء فيجوال او تكست بوكس، او مور فيجوال، انا ممكن اعمل مور فيجوال فروم اب سورس، اللي هو من هنا في الباور بي اي نفسه. لو انا عايز حاجه معينه مش موجوده في الفيجوال اللي هنا، فبختار الحاجه المعينه اللي انا عايز اختارها. ممكن ابحث عنها كمان. مثلا حاجات جانت تشارت، حاجات مثلا رادر دايجرام مش هتلاقيها موجوده هنا، فممكن احملها من خلال المور فيجوال. وهنا calculations موجودة، وممكن ارفع في الاخر اعمل publish للملف عشان اشير التقرير بتاعي. وهنا في الجزء ده فيه 3 اجزاء. فيها قائمة خاصة بالداتا. القائمة الخاصة بالداتا دي لما اجيت الداتا هنا، فالبيانات بتاعة الجداول والحسابات بتاعة الكالكوليشنز بتكون موجودة في قائمة الداتا هنا. الجزء الخاص بالفيجوالز، دي فيجوالز ممكن احطها في الباور بي اي. ممكن ادوس مثلا فيجوال اللي هو هنا باي تشارت، بيجي لي هنا باي تشارت وايه، ومن خلال التيبلز اللي هنا اقدر اعمل باي تشارت. ودي كلها فيجوال ان شاء الله هنتعرف عليها باذن الله. وهنا الجزء الخاص بالفاليو. الجزء ده لما بختار فيجوال معين بيجي لي الفاليو او البيانات خاصة بالفيجوال دي. فكل فيجوال ليه خصائص معينة. تمام. وان شاء الله مع التدريب في الكورس ده هنعرف معظم الفيجوالز اللي هنا ان شاء الله. وهنا الجزء الخاص بالفورمات، يعني هنا الجزء الخاص بالفيجواليزيشن، وهنا الجزء الخاص بالفورمات بتاع الفيجواليزيشن. وهنا الجزء الخاص بالفلتر، لو انا عايز افلتر او اعمل تصفية لحاجة معينة. ودي القائمة بيكون فيها الداشبورد بتاعتي. لو انا عايز اضيف صفحة تانية، ممكن ادوس على علامة البلس عشان يكون معايا كذا صفحة للداشبورد. والجزء ده خاص هنا بالريبورت فيو، اللي هو الجزء ده بتاعنا الريبورت فيو. وده الجزء الخاص بالتيبل فيو. هنا لو في تيبلز هيظهر معايا التيبلز اكنها شكل اكسل، وهوريكم مثال دلوقتي. هنا دي شكل التيبلز. انا معايا تيبلز هنا، فانا التيبلز اكنها شكل اكسل. وانا الجزء ده خاص بالموديلنج فيو. ده هنا خاص بالريليشن شيب بالجداول كلها. الجداول اللي معايا هنا في ريليشن شيب ما بين كل الجداول. ف ده الجزء الخاص بالموديلنج فيو، الموديل فيو.
وده جزء خاص بالداكس كويري فيو. لو انا عايز اعمل كود معين بالداكس فده الجزء الخاص بالداكس. ودي كانت واجهة المستخدم بتاعة الباور بي اي، وان شاء الله اشوفكم في الدرس اللي جاي.